ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني نتحدث عن الرقة عموما، يعني لماذا يتم استهدافها تحديدا يعني؟ الرقة أخي الكريم لأهميتها الجغرافية، امم فهي تصل فهي أن تحررت بشكل كامل إن شاء الله كما وعدنا أبطال الجيش الحر. سيتم وصل مدينة الدير ومدينة الحلب مدينة حلب، وبذلك سقوط المنطقة الشرقية بشكل كامل. هناك منطقة أيضا هناك على الأرض إن شاء الله. يعني الصوت يمكن رديء إلى حد ما، لكن أخي أيهم، يعني لماذا تركتموها تقام بها هذه الأماكن التي يمارس فيها هؤلاء الطائفيون نشاطهم يعني؟ أخي الكريم، السبب الوحيد لترك الرقة هذه إلى الآن هو العدد الكبير من اللاجئين. هناك 1,750,000 ضيف. الإحصائية الأخيرة في مدينة الرقة، مم. يعني لا يمكن القيام إلا أن الآن الرقة كلها أيقنت أن هذا النظام لا يجابه إلا بالرصاص والسلاح إن شاء الله. قريبا ستسمعون تحرير الرقة من رجز هذا النظام الشيعي المجوسي إن شاء الله. نعم. يعني كنت قرأت معلومة تقول أن كان هناك 5 حسينيات عندكم، يعني هل هذا الكلام صحيح؟ أخي الكريم، عندما سمعوا بأن الجيش الحر قادم إلى الرقة لم تبقى أي حسينية والحمد لله. كلهم هربوا، العلويين في الأفرع، الحسينيات كلها هربت. مم. أخي جبناء، هم جبناء درجة لا تخيلها. فقط عند سماعهم بالجيش الحر لم يبقى أي علوي أي شيعي في الرقة، كلهم هربوا والحمد لله. نعم، شكرا أخي أيهم الخلف، ناشط إعلامي، كنت معنا عبر سكايب.